كان في تمرين كنت بحب قوي ان انا اشتغل بيه، وهو اني ابدا ارسم الشخصيات اللي انا قابلتها في يومي. فخليني كده افتكر معاك الشخصيات اللي انا قابلتها الصبح النهارده وانا جاي. اول حد قابلته، او مش بالترتيب يعني، من الشخصيات اللي انا قابلتها، شخصيه موظف. واضح ان هو موظف من لبسه، من هيئته. واقف بيستنى الميكروباص، بيستنى يعني يركب مواصلات. فكان شكله كالتالي. بص الاول احنا نبدأ بس نبني جسم الشخصية. وشه كان بيضاوي كده، تمام. وادي الرقبة زي ما اتكلمنا قبل كده ازاي بنقسم جسم الانسان. بس هو كانت رقبته مش طويلة يعني، فكانت رقبته تعتبر لازقة في كتافه على طول. ادي الجزء اللي فوق، وادي كان بكرش كده شويه، مش بكرش قوي، ولكن عارف انت كرش كده لتحت، اللي هو كرش الموظفين ده. ورافع البنطلون لفوق، يعني مشمر البنطلون كده لفوق، ورجله طويله. كان بالوضع ده كده، رجله طويله علشان هو رافع البنطلون لفوق، فتحس ان انه رجله طويله والجزء اللي فوق مش طويل. كان واقف، اللي هو واقف بيستنى المواصلات، دراعه جنبه، وماسك في ايده الشنطة هاند باج كده صغيرة، اللي هي بتبقى الصغيرة دي، اللي هي بيبقى فيها النضارة، بيبقى فيها موبايل، كلام من ده. وادي الدراع التاني. كمل بس رجليه لغاية تحت. كان في بقى حاجة مميزة جدا في رجله، انه لابس كوتش. لابس كوتش، مش جزمة كلاسيك او جزمة لايقة على اللبس اللي هو لابسه، لا كان لابس كوتش تخين كده زي كوتش راننج كده. فده خلاني استشف حاجة، ان هو ممكن يكون موظف لكن مش بيقعد على مكتب، بيتحرك كتير. زي مثلا ممكن يكون محصل لشركة الكهرباء مثلا. ممكن يكون بيلبس الكوتشي ده لان هو بيجي من بلد بعيدة عن مكان شغله، فبيركب مواصلات كتير، فبيتنطط في المواصلات كتير وبيمشي كتير. فهو لابس حاجة في رجله تريحه. انا بحب جدا الناس دي بصراحة، الناس اللي بتشوف انا اللي يريحني بعمله، دون النظر للناس هتقول ولا هتعمل في حياتها. تمام. هو كان مشمر البنطلون كده، ولابس فوق كده زي قميص تقيل، يعني قميص شتوي تقيل. تمام. نحدد بس ده بالزراير. وشعره اصلع، يعني في شعر بس على الجنب كده، ادي الودان. وكان لابس نظارة، واقف بقى متجهم كده، اللي هو بيستنى المواصلات. وشنب خفيف كده. وفي شعريتين جايين كده من فوق، عارف انت ما يكون حد اصلع فمطول شعره من ناحية وجايبه على الناحية التانية، يعني في شعريتين كده من فوق. والحزام بتاعه ده بالشكل ده كده. كان يعني مش تخين ومش رفيع، يعني عارف في كده يعني تحسه انه ضخم شويه. ده كان واقف مستني الميكروباص او مستني المواصلات. في بقى ولد رايح المدرسه. بصوا بطبيعه الحال اللي رايح المدرسه بقى مكتئب، تمام، وبقى شايل طاجن سته. دايما كنا بنعبر عنه في الكاريكاتير ان هو بقى ماشي بائس وبيجر شنطة المدرسة التقيلة جدا. وطبعا في الكاريكاتير بنبالغ بقى ونخلي بقى الشنطة كبيرة جدا وهو بيحاول يجرها، يعني دي فكرة من زمان. بس اللي لفت نظري في الولد اللي انا شفته النهارده ان هو ماشي مبسوط جدا وهو رايح المدرسة. ليه رايح المدرسة؟ هقول لك.
انا لما اجي ارسم طفل برسم راسه تكون كبيره شويه، هو كان يعني طفل بتاع ابتدائي كده مثلا. والشعر الطويل سايح. تمام. طبعا انا لما باجي ارسمه برسم بقى ايه، الملامح الطفوله، يعني العين الواسعه، الحواجب المرفوعه كده، بحيث ان هي ايه، بريء شويه. تمام. كان ماشي مبتسم، ماشي مبسوط، يعني واضح السعاده على وشه. ليه؟ لان هو كان يعني هو لابس لبس المدرسه عادي. ما كانش بقى لابس قميص، مش عارف يعني ما بقاش فيه دلوقتي لبس المدرسه يبقى قميص، بقى تيشيرت آه، او او جاكيت كده اللي هو سويت شيرت. تمام. او هو تيشيرت بكم كده تقيل يعني. وده طبعا ما يمنعش ان هو ايه، ظهره محني من الشنطه اللي هو شايلها تقيله. الشنطه على ظهره. لكن اللي كان بقى ايه مخليه مبسوط هو الشنطه التانيه اللي كان ماسكها في ايده، اللي باين منها ان فيها لبس رياضي وكوتش رياضي. فواضح كده ان هو عنده النهارده العاب، فعشان كده ماشي مبسوط، واليوم بتاعه النهارده مظبط يعني. كان لابس بقى ايه، كوتش مدرسه عادي، مش كوتش اللعب. لا، كوتش اللعب انا ايه خدت بالي ان هو في الكيس اللي هو اللي ماسكه ده، او الشنطه اللي هو ماسكها دي. تمام. واحيانا بقى ايه، ما بيبقاش هو ماسك كيس، لا بيبقى باين من تحت البلوفر بتاعه او التيشيرت بتاعه، بيبقى باين الياقه بتاعت تيشيرت الكوره. تمام. فاهم انت؟ لو خدت بالك تعرف ان ده عنده العاب النهارده، فعشان كده هو مبسوط، وتلاقيه مثلا صحي مزاجه عال. الرجل التانية بقى نظبط الدنيا. تمام. يبقى احنا كده رسمنا شخصيتين من الشخصيات اللي انا شفتها النهارده. في بقى شخصية مين؟ شخصية الفوال، اللي هو بقى ايه، اللي بيجيب اللي بيبيع الفول، ولكن انا يعني عاوز اللقطة اللي هو بيجيب فيها الفول من القدرة. تمام. بيبقى واقف ايه، ظهره لورا كده شوية، ودراعه ماسك الطبق بتاع الفول، والدراع التاني مرفوع كده، اللي هو ايه، بيجيب من القدرة. يعني بوز القدرة ما كملناش بقى للآخر. تمام. وايه وملامحه تحس ان هي صارمة كده، عارف انت، بيترقب الفول اللي طالع من القدرة. كده مثلا لو انت خدت بالك هتلاقينا حركنا الشخصية من عند المفاصل، من عند الكتفين، عندك الدراع اترفع لفوق، وعندك ادي الكوع، دخلنا معلش على راس الولد، مش مشكلة. ومن عند كف الايد، شوف ايده شايلة الطبق، فايده متحركة، اللي هو كف ايده. تمام. لو عايز بقى نكمل، ممكن بقى نلبسه حاجات تقول ان الراجل ده فوال. يعني مثلا ايه، ما نسيبش مثلا شعره كده، ممكن نلبسه طاقية، ونلبسه مريالة كده، اللي هي ايه، بتبقى بتاعت الفوالين دي، اللي بتبقى مربوطة من وراه. تمام. طبعا لو هترسم بقى فوال كامل، بترسم بقى حواليه بقى الاطباق، وحواليه البتنجان، والحاجات اللي هي اللي بيشتغل بيها دي. تمام. تعالى كده نتقل على الولد ده. مش عارف نعكشت له شعره ليه وانا بحبره. هو المفروض يعني رايح المدرسة متسرح، يعني يعني ملحقش شعره يتبهدل.
تمام. والراجل اللي بيبيع حاجات ده لو انت سامعه برضه هنرسم له حاجة. كل ده انا بمشي بالقلم الاسود على الخطوط السكتشات اللي انا حددتها مع نفسي وانا برسم. تمام. طبعا السكتش المفروض بياخد وقت اكتر من كده، بياخد تجارب اكتر من كده، المفروض يعني ايه ما يبقاش بسرعة علشان تاخد وقتك فيه خالص، علشان انت بتجرب فيه حاجات كتير. تمام. بس انا يعني ايه، دي حاجة مهمة جدا بحب دايما ان انا أأكد عليها، علشان الناس اللي بتتعلم بيبقى فاكر ان هو المفروض يكون بيرسم من اولها كده يطلع مظبوط فتمام، ان لو ما طلعش كده بيتعقد. لا، انت الصح ان انت، او الطبيعي يعني، ان انت بترسم كتير وبيطلع بايظ منك كتير. لكن مثلا ممكن لو انت بتتفرج على فيديو بيبقى مثلا ايه حرصا على وقت الفيديو، بيبقى في اعتبارات تانية كتير، بيبقى مثلا اللي انت بتتعلم منه اصلا يعني بيرسم من زمان. تمام. مش زيك لو انت مثلا لسه مبتدئ. تمام. فراعي قوي الفروق دي. الى جانب كمان في ناس كتير من اللي هي بتعلم الرسم او كده، او بيعلم اي حاجه والله، يعني بيبقى هو نار ونارين، يعني ما بين انه عنده حته كده اللي هو عاوزك يعني عاوز برضه يبان ان هو يعني زيه ما فيش، فبيبقى مزنوق بقى في الحته دي. يعني هل ابين ان انا زي ما فيش وبعمل حاجات محدش يعرف يعملها، ولا انزل لمستوى المبتدئ علشان اقدر اخده واطلع بيه المستوى سنه سنه، ولا هيبان ان انا ماليش فيها. بص، الصراعات دي كلها معلش ايه، كلهم يعني ايه بيبقوا معذورين فيها بصراحه. فانت يعني اعرف بقى ايه، يعني تقبل ايه، تقبل اللي انت واصل له، وما يعني ما تتحملش على نفسك كتير، يعني كفايه قوي اللي الناس عاملاه فيها يعني. لو انا حاولت الون كده التلوين هيطلع كويس. انا هجرب بس الون الوش كده. طبعا ده لون بني بخف ايدي فيه علشان يديني يعني يقرب من البشرة شوية. يعني شغال. ممكن الولد يكون من اصحاب البشرة السمراء. ادي لبس المدرسة مثلا يكون تيشيرت كده ازرق. بص انا بلون عادي بس علشان ايه الدنيا تبقى واضحة معانا، لكن مش يعني مفيش تكنيك معين في التلوين يعني عاوز اشرحه او كده، فما تفكرش ان انا بخبي عليك حاجة. ممكن البنطلون نخليهوله اسود. ايه الاسود ده؟ اصلا لو خفيت ايدي هيديني احساس الرصاصي شويه، لو تقلت هيبقى اسود. تقل شويه. الشعر ممكن نشتغل برضو باللون البني، بس نجيب بني غامق يعني بحيث ما يبقاش اسود، ما يبقاش يعني لون اسود قوي، وفي نفس الوقت يعني يبقى ايه اخد لون كده. حلوه الحته اللي انا سبتها بيضه دي، تحسسك بالاضاءه شويه. تمام. انت برضو في النهايه ده تلوين سكتشات في النهايه برضو يعني. حته احمر كده في الخدود او عند الوش، يعني تدي حيويه كده للموضوع. تمام. بس كده كفايه. تعالى نشتغل على الراجل اللي كان بينادي دلوقتي، اللي هو
البياع. الراجل ده عنده عربية بحمار كده، تمام، عربية كارو. فرصة برضو ان احنا نرسم عربية كارو والحمار اللي بيسوقها او اللي بيجرها. اول حاجة انا اول حاجة بحدد الارض اهي، علشان بس كل حاجة هرسمها تبقى على الارض دي، واقفة على الارض، علشان ما محيرش نفسي. نمرة واحد كده الارض دي اللي كل حاجة هتبقى واقفة عليها. اول حاجة عندي الحمار او الحصان اللي قدام هيبقى في الحتة دي مثلا، وادي العربية. العربية بتبقى ايه؟ عبارة عن خشبتين كده جنب الحمار بتاعها، تمام، وجسم العربية نفسه اللي هو شايل الحاجات الخضار اللي فوق، وفي مثلا مربع تحت كده. انت بتحاول بقى توزن الدنيا يعني، فاهم؟ مربع تحت كده اللي هو فيه بقى ايه، بيبقى فيه درج، بيبقى فيه ضرفة كده بيعين فيها الحاجات. المهم بيبقى زي صندوق كده، وخارج منه العجل بتاع العربية الكارو بتاعته في النص كده بالظبط، تمام. نديها بقى ايه؟ تقسيمة الخشب بتاعها او اللي هو التقسيمات بتاعتها، تمام. في عربيات كارو بتبقى كده الخشب بتاع الكاوتش بتاعها عبارة عن خشب كده، سنابل خشب، وفي بيبقى زي كاوتش العربية بالظبط، بيبقى حتة واحدة، بيبقى زي كاوتش العربية العادية يعني، تمام. وفي بقى بيعلق ورا ساعات مثلا ايه، شخاليل كده مثلا، يعلق مش عارف فردة شبشب كده ورا، حاجة كده زي الحسد، بتمنع الحسد، زي سلاسل بتتعلق من يعني حاجة كده زينة كده ورا، تمام. نيجي بقى للحمار اللي هو هيبقى قدام ده. الفكرة الأساسية اللي دايما نتكلم فيها من رسم الحيوانات، بيبقى الحيوان عبارة عن راس ورقبة والجسم وأربع رجلين والديل. كل حيوان بقى حسب الصفات اللي بتميزه عن الحيوان التاني. عندنا الحمار لو خدنا الوش بتاعه، طبعا الحمار بيبقى حجما صغير، بيبقى أصغر من الحصان، غير لما تكون هترسم حصان. يعني هو يمكن صفاتهم كتير متشابهة إلا في بعض الفروق الصغيرة، لكن مبدئيا كده الحجم بيبقى صغير، حجم الحمار بيبقى أصغر. فهاخد مثلا الراس من بتبقى ميزتها انها طويلة، تمام، طويلة مش مدورة. ودنه طويلة، اهم ما يميز الحمار طبعا ان ودنه طويلة. رقبته طويلة شوية. ادي الجسم اللي هو لو وصلنا لمرحلة الجسم، تمام. هعمل له بس كيرف كده العمود الفقري من هنا ومن عند ديله. الخشبة دي طبعا هو مربوط فيها اهو، وبيبقى عليه حاجات كده زواق كده، ساعات بيعملوا له كده ريشة هنا مثلا. كل الحاجات دي انت هتجيبها بقى من البيئة اللي حواليك او من الناس اللي انت بتشوفها في الشارع، وانك تركز قوي وانت بتتفرج على الحاجات العناصر اللي انت عاوز ترسمها، تمام. بس في عناصر انت مهما دورت على النت او كده مش هتلاقي زي ما تشوف في بيئتك الطبيعية او في شارعكم او انت ماشي في الشارع. دي بيبقى ليها اثر اكتر، بتبقى حاسس كمان بالناس اللي حواليك اكتر. بعد كده بقى ايه، طبعا في البطن بقى من تحت، وفي الرجلين طبعا بتبقى رفيعة وبارزة من عند المفاصل، تمام. وطبعا رجله عبارة عن حوافر، رجله بتبقى من مميزاتها انها حوافر مش صوابع. ادي الرجل اللي ورا تقريبا كده، بس هو واقف كده يعني مش ماشي. ودي ديله غير ديل الحصان. ديل الحصان بيبقى ايه، عبارة عن شعر كتير كده، لكن الحمار بيبقى ايه، ديله عادي جدا وفي شراشيب كده في الاخر. تعال ندوس شوية في تفاصيل ال ال الوش. مثلا نديله كيرف كده، نفتح بقه مثلا، نبين اسنانه مميزة جدا ان هي بتبقى ليها شكل كده. ممكن نعمل عينيه عادية ولا نعملها كاريكاتيرية، نعملها كاريكاتيرية،
اسود العظمه اللي تبقى تحت الراس، يعني عند الرقبه كده. وشعره قصير، مبيبقاش زي الحصان مثلا. ودي الودان. مناخيره بتبقى واسعه، ما بيبقاش وشه متساب كده، لا بيبقى ايه برضو مربط في حاجات اللي هي اللجام. اللجام ده متوصل عند العربية هنا عشان السواق وهو قاعد يعرف يسوقه، او الراجل اللي هو البياع او صاحب العربية الكارو دي. تمام. لكن هو الحمار ده دلوقتي في حالة وقوف، فهيبقى في حالة الوقوف الراجل بيحط له بتاع كده اللي هو الشوال اللي فيه الاكل بتاعه. فدايما تلاقي الحمار كده ايه موطي وقاعد ياكل، بس احنا ما عملناش موطي وقاعد ياكل. تمام. ليه؟ لان الراجل مثلا مشغول ورا في رص الفاص الطماطم بقى والحاجات اللي هو بيبيعها. مثلا صناديق كده. ونخلي مثلا الراجل واقف تحت هنا بيشيل وبيحط الايه الصناديق دي، مثلا بيعمل اي حركة ورا كده، مثلا اللي هو عارف يعني في مرحلة الصبح كده ايه بيبقى البياعين ايه يعني بيظبط بقى الدنيا عنده، عمال بقى يشيل ويحط ويجيب صناديق ويحطها، يعني بيجهز نفسه علشان يبدأ يمشي بقى ويبدأ ينادى على البضاعة بتاعته ويبدأ ايه يرزق. يعني ممكن بقى من ايه نحط له ميزان عند طرف العربية كده. بس لو انت بقى ايه هتزود بقى في التفاصيل ودخلت بقى في مرحلة التلوين والحاجات دي، ممكن بقى تعمل له شوية زخارف كده، هما بيحبوا الحاجات دي في العربيات بتاعتهم. إيه تحت كده مثلا إيه عين الحسود فيها عود، مش عارف حاجات كده، كلمات من اللي هي بتاعت عربيات الكارو دي. بس يعني دي فكرة كده ايه ظبطناها مع بعض. طبعا الراجل ده مش متظبط خالص، محتاج تظبيط. انت بقى لما تيجي تشتغل السكتشات بتاعتك إيه تظبط الدنيا دي كلها. بس كده انت عايز مني حاجة تاني؟ ممكن بقى نعمل له جرس كده، عارف انت ساعات بيبقى في جرس كده بيقعد يقلب الدنيا بيه وهو ماشي. بس انا كده مبسوط بصراحة ان انا يعني عملت السكتشات دي، يعني حاجة من زمان ما عملتهاش، بس هي مهمة جدا.